بزاف منا كيعيش حياته وهو كيحاول يثبت للراس والعالم انه ذكي. من الصغر وحنا كنسمعوا باللي الذكاء هو تجيب نقاط واعرين، تدخل المدارس كبار وتجمع اكبر قدر ديال المعلومات باش تطلع الاي كيو ديالك. هذا الذكاء التقليدي اللي علمونا هو ذكاء الذاكره والمنطق الخطي، يعني كيفاش تجمع الف مع باء باش تعطيك جيم. ولكن واش عمرك فكرتي باللي هذا الذكاء المدرسي هو غير قشره رقيقه بزاف بحال شي ورقه شجر فوق المحيط؟ اليوم غنهضروا على واحد المفهوم اللي كيخلع وكيحير، ولكن فيه السر ديال الوجود كامل. الذكاء الجبار الكبير، الذكاء اللي سبق الوجود، المبدع الأصلي اللي كيسير كل شيء من الذرة حتى المجرات. غنفهموا علاش الذكاء البشري المحدود هو مجرد انعكاس باهت لهذه القوة العظمى، وكيفاش تقدر انت كمبدع، كإنسان وكواحد باغي يخلي الأثر، تتصل بهذا المصدر باش تخرج من دائرة التقليد لدائرة الخلق الحقيقي. واش انت غي آلة كتخزن المعلومات ولا انت قناة لهذا الذكاء الجبار؟ هاد الساعتين الجايين أو هاد الدقايق غتغير نظرتك لراسك والكون للأبد. سيكولوجية الإبداع، الفرق بين الحاسوب البشري والمبدع المتصل. دابا ندوزو لعلم النفس. الذكاء التقليدي IQ كيتعامل مع المعلومات بحال شي حاسوب، كيحلل، كيخزن وكيرتب. هادشي زوين للخدمة الروتينية، للبرمجة، للمحاسبة. ولكن فاش كنهضروا على الإبداع الحقيقي، هاد الذكاء كيوقف عاجز تماما. علاش؟ حيت الإبداع ماشي هو ترتيب المعلومات قديمة، بل هو القفزة خارج الصندوق، هو جلب شي حاجة جديدة للوجود. فاش كنسمعوا على العباقرة بحال أينشتاين، موزارت ولا دافنشي، كنلقاو باللي أغلب الإشراقات ديالهم ما جاتش فاش كانوا كيديروا الحسابات المنطقية، جات فاش كانوا في حالة التدفق، فلو ستيت. هذه هي اللحظة فاش كيسكت الأنا، إيجو، داك الصوت اللي كيبقى يقول لك شنو غيقولوا الناس، ولا واش هادشي منطقي. فاش كيسكت هاد الضجيج كيبدا المبدع الأصلي يهضر من خلالك. بزاف ديال الشعراء والكتاب كيقولوا ديما باللي الأفكار طاحت عليهم بحال الوحي، ماشي هما اللي فكروا فيها بجهدهم الخاص. السيكولوجيا كتقول لنا باللي العقل الباطن هو اللي كيتصل بهذا الخزان الكبير ديال الأفكار. الذكاء التقليدي كيقلد النماذج اللي كاينه، ولكن الذكاء الجبار كيخلق من العدم. باش تكون مبدع أصلي خاصك تتعلم كيفاش تغيب انت باش يحضر هذا الذكاء. وهذا الشيء هو اللي كيفرق بين الحرفي الماهر وبين الفنان العبقري. الحرفي كيخدم بقواعد الذكاء التقليدي، ولكن الفنان العبقري هو قناة لهذه القوة الجبارة. الفلسفة والوجود، المبدع الأصلي والحقيقة المطلقة خلف الستار. فلسفياً، هذا الذكاء الجبار هو اللي سموه الفلاسفة القدماء من هيراقليطس حتى لسبينوزا وهؤلاء العقل الكلي أو اللوغوس. هو ديك القوة اللي كتنظم الفوضى وكتردها نظام كوسموس. فاش كنقارنوا بين الذكاء البشري المحدود اللي كيغلط وكينسى وكيتأثر بالعواطف، وبين عظمة الكون اللي غادية بواحد الدقة مذهلة، كنفهموا باللي الغرور ديالنا هو أكبر عائق لينا. المشكلة ديال الإنسان الحديث هي أنه كيسحاب ليه راسه هو خالق الأفكار. هذا الوهم ديال الملكية هو اللي كيسد علينا البيبان. الذكاء التقليدي كيخليك تحس باللي ننت مالك المعرفة، وباللي ننت اللي واعر حيت قريتي هذا الكتاب ولا داك الدبلوم. ولكن الحقيقة هي أنك مجرد ناقل. فاش كتقبل هذا الحقيقة فلسفيا كتولي مبدع أصلي بحق. ما بقيتيش كدير شي حاجة باش تثبت راسك، ولكن كديرها حيث هي بغات تخرج للوجود. هذا التسليم لهذا الذكاء العظيم هو اللي كيعطيك قوة جبارة. فاش كتحيد الأنا من الطريق كتولي بحال شي مزمار اللي كيدوز منه الريح وكيخرج موسيقى واعرة. المبدع الأصلي هو اللي كيعرف باللي كاين عقل أكبر من عقله الصغير، وكيتعلم كيفاش يتناغم معاه. هذا الحقيقة الفلسفية كتقول لنا باللي الكون ماشي مادة ميتة، بل هو ذكاء حي وإحنا جزء منه. كيفاش نتصلوا بهذا الذكاء؟ خطوات عملية للخروج من السجن المنطقي. دابا كيفاش نقدروا نطبقوا هذا الشيء في حياتنا؟ واش كاين كود باش نتصلوا بهذا الذكاء الجبار؟ أول حاجة
وهي أصعب حاجة. خاصك تسكت الضجيج ديال الذكاء التقليدي. التحليل الزائد overthinking هو العدو الأول للإبداع. فاش كتبقى تحلل كل خطوة كتحبس التدفق ديال الأفكار. تعلم تجلس في صمت meditation، ماشي باش تفكر ولكن باش تسمع. ثانيا التواضع المعرفي، قد ما حسيتي براسك عارف قد ما سديتي البيبان على أفكار جديدة. قول لراسك أنا لا أعرف، وخلي المجال للمبدع الأصلي يوريك الطريق. ثالثا ابحث عن الأصالة في داكشي اللي كدير. ما تقلدش غير حيت هادشي اللي خدام في اليوتيوب ولا هادشي اللي كيبغيو الناس، ولكن قلب على داكشي اللي كيخرج من أعماق أعماقك، حيت تما فين كاين الخيط اللي كيوصلك للمصدر. رابعا تعلم التركيز العميق. الذكاء الجبار ما كيحضرش في التشتت. فاش كتكون كدير شي حاجة ديرها بكل كيانك. خامسا الثقة في الحدس intuition. الحدس هو اللغة اللي كيهضر بها هاد الذكاء معنا. فاش كتحس بشي فكرة في قلبك قبل ما يبدا عقلك المنطقي يحللها ويقتلها جرب تتبعها. هاد الخطوات غتخليك تخرج من سجن الاي كيو لعالم الحكمة الجبارة. بيولوجيا التعقيد. شكون اللي صمم السيمفونية الحيوية؟ باش نفهموا هاد الذكاء الجبار خاصنا نبعدوا شوية على الكتوبة ديال المدرسة ونشوفوا في التفاصيل اللي كتبان لنا عادية ولكنها معجزات حقيقية. شوف غير في الدماغ ديالك 86 مليار عصبون، كل شي خدام بواحد التناغم اللي كيتجاوز أي سوبر كمبيوتر صنعاته البشرية لحد الآن. فاش كتكون نايم شكون اللي كيسير دقات قلبك؟ شكون اللي كينظم التنفس؟ شكون اللي كيحول الماكلة لطاقة وكيوزعها على الملايير ديال الخلايا؟ هادشي كله كيدار بذكاء فطري ما كيحتاجش لوعيك المنطقي. علم البيولوجيا كيورينا باللي الخلية الواحدة عندها ذكاء خاص بها، كتعرف كيفاش تنقاسم في الوقت المناسب، كيفاش تصلح الدي ان اي اللي تقاس، وكيفاش تواصل مع جيرانها باش تبني نسيج واحد. واش هادشي صدفة عمياء ولا كاين ذكاء متأصل في المادة؟ البيولوجيا الحديثة بدات كتعترف باللي كاين واحد الوعي الخلوي. هاد الذكاء الحيوي ماشي هو الذكاء اللي كيتحسب في امتحان الرياضيات، هذه هي البرمجة الأصلية ديال المبدع الأصلي. خاتمة. واش انت غير نسخة مكررة ولا أصل فريد؟ في الختام خاصنا نعرفوا باللي الذكاء التقليدي هو أداة زوينة بحال الساروت اللي كيحل بيبان الصغار، ولكن ما تخليش هاد الساروت يكون هو السجن ديالك. انت عندك الإمكانية باش تتصل بذكاء جبار كيتجاوز المنطق، كيتجاوز الحسابات وكيتجاوز حتى التوقعات ديالك. تذكر ديما باللي المبدع الأصلي حط فيك شرارة من ذكائه. واش غتخليها تطفى بالروتين والتقليد والخوف من كلام الناس، ولا غتشعلها باش تضوي العالم وتخلي بصمة اللي ما كتموتش؟ الحقيقة هي أن العالم ما محتاجش لنسخة أخرى من داكشي اللي كاين، العالم محتاج للأصل اللي فيك. القرار بيديك، واش غتعيش كحاسوب بشري ولا كمبدع جبار؟ خلي ليا في الكومنتير واش فايت ليك حسيتي بشي فكرة تفرقعات في دماغك بلا ما تفكر فيها، وكيفاش كانت ديك التجربة؟ ما تنساش انت قناة للقوة ماشي المصدر ديالها.